ولئن سألني عبدي لأعطينه. نعم، فالله يستجيب ويستجيب مباشرة في أمور نعم تتأخر قليلا بعد أن يفتح الله عليك، وبعد أن يصبح بينك وبين الله سر، ألا وهو استجابة الدعاء. يعني أنت أصبحت في درجة أنك تسأل الله فيعطيك. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن في بعض الإخوة عندما يسألوا عن مطر الاستغفار، يا رب إن كان هذا هو الحق من عندك وهو مطر الاستغفار الذي يخص استغفاره فأمطر عليه السماء، بقول ما كانت السماء ملبدة وإذا هي تتلبد ويمطر الله السماء. أنا أصدق هذا الشيء لأنه هذا الشيء أنا أعرف أنه حقيقة. لكن هناك إخوة لا يعرفوا أن الله قريب ومجيب للناس الذين صدقوا وشمروا وأقبلوا. ففي بعض الأحيان قد يعني يطعنوا، وهذا لا يليق طبعا، هذا لا يليق. يعني من كذب على الله وكذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا لا يجوز طبعا. نحن نعرف مدى خطورة الأمر أن تقول إن الله يستجيب ولا يستجيب والعياذ بالله، من باب إنك فقط تبيع كلام للناس، لكنها الحقيقة والأحاديث تقول هذا إنه يستجيب جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم، إنسان يعني انتهى عن الذنوب، مش فقط يسارع في الخيرات، مش فقط يسارع بالصلاة، مش فقط يسارع في عمل البر، لكن ينتهي. هذا الذي ينتهي هو الذي سيصل إلى الولاية. نعم، هذا الذي نهى نفسه عن الهوى وعن حب الشهوات وعن الغيبة والنميمة والربا وكل هذا، وأشغل نفسه في طاعة الله، نعم تقربا إلى الله، هذا سيكون من أولياء الله. ولو أصبح كل الأمة أولياء، يا إما إنك ولي للشيطان يا إما إنك ولي لله، فما في عيب هنا إن شاء الله. فعندما يعني تفهم هذا الحديث وتأخذ على محمل الجد هذا الحديث، إنك كل طاعة بتتقرب فيها ترجو فيها وجه الله، حتى في شغلك، حتى في بيتك، حتى في إطعام أولادك، حتى في كل شيء تعمل هذا العمل خالص لوجه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا وصلت من درجة المحبة الله يحبك، يجعل لك القبول، يجعل لك استجابة الدعاء، حتى أحبه حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لكن عندما في بعض الأحيان تقول الله استجاب مباشرة في بيئة لا يعرفوا هذا الأمر، لا يعرفوا، عاشوا على أنه يؤلفوا كتب ويقرأوا كتب، فقط قرأوا فلان وفلان وفلان وقصة من قبل 1000 سنة يرددوها، ما عاشوا حقيقة أن الله يستجيب. كل شيء يدخل. تعرف ليش؟ لأن مشكلتك أنت بتعمل الطاعات ولا تنتهي عن المعاصي. مشكلتك أنك تظن أنك خير من الناس أو أعلم من الناس، وهذا الله يحبط الأعمال فيها. نعم، هذه هي المشكلة. لكن عندما تتواضع لله الله يرفعك، وعندما تعيش من عاد لي وليا سيأذن الله لك أن ترى بأم عينك استجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سترى هذه الآية كمان، سترى إن الله عندما تبتعد عن الشرك والشرك الخفي ولا تنسب فضل الله لغير الله وتنسبه أو لا تنسبه لنفسك، سترى الاستجابة إن شاء الله. هذا هو الله قريب مجيب. نعم، الله جل في علاه يقول لك في جوف الليل يتنزل الله في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع يدعوني فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله يستجيب، لكنك أنت بعيد مش عارف تصل إلى الله، في عندك شوية كبر. ولكن هذا فضل الله لا يمكن أن تصل إليه بدون سورة البقرة، لأن هي الضابط، هي الضامن لحقيقة التوحيد، هي الضامن أنك أنت تبقى على الخلق الحسن الذي يأجرك الله عليه. بدك خلق حسن، أنت لا تستطيع ولا أنا لا أستطيع لوحدي. مع سورة البقرة والفضل كله لله إن شاء الله تستطيع أن تكون على خلق حسن، فتسأل الله ويستجيب مباشرة. وفي منها يؤخرها يوم، في منها يؤخرها الشهر، في منها يؤخرها، ولكن الله يربط على قلبك ويعطيك. والله لن يكثر الله من طلباتك، الله جل في علاه سيكفيك كل ما أهمك، فلن تطلب. من كان همه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، وصلت، فلن يبقى في شيء تحتاج غير رضا الله، ودائما تطلب رضا الله والعلم الزايد من عند الله. هذا هو، هاي طلباتك بتصير، دنيا تأتيك لوحدها، يأتي الله بها إليك ويجعلها تحت أقدامك. لكن إن كان همك الدنيا تجمع فلوس وتجمع العقارات، فسيجعل الله فقرك بين عينيك ولن تهتدي إلى مكان. الله يبارك فيكم. عشان لازم أنا لما بتكلم في استجابة الدعاء لازم تصدقوا إن الله يستجيب، لازم تعرفوا إن الله قريب ومجيب ويعطي ويفرج الكربات. نعم، كم من مكروه فرج الله كربه على الحال أو الأرباع خلال ساعة أو ساعتين، أو ما إن طلع الصباح وإذا هو فرجت الكرب عنه. نعم، هذا هو. سبحان الله، عندما نتوب إلى الله ونقبل على الله ونعرف ماذا نفعل، أهم شيء أنك تنتهي وتكون على خلق حسن، وأن تكون مرآة لدين الله، وتكون من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتبتعد عن الشرك الخفي. وعندك بابين من أبواب
محي الذنوب التي تحول بينك وبين الاستجابة الدعاء هو الاستغفار. وعندك سورة البقرة هي الضابط لأخلاقك لحسن الخلق. جزاكم الله خير، خذوا بهما، وإن شاء الله الله يفتح عليكم. ونعم الله قريب مجيب، ولا تنتظر أنه بعد 10 سنين يستجيب الله لك. ألح. نعم، إن الله يحب العبد اللحوح. في جوف الليل عندما يتنزل الله في الثلث الأخير من الليل، في نزول يليق بجلاله جل في علاه، اسأله، أطل سجودك واسأل وألح وأسأل وألح. وهذه المقايضة هي عمل أن تعمله خالصا لوجه الله، ثم تسأل الله يا رب إن كنت قبلت هذا العمل فأسألك أن تعطيني مسألتي. أول مرة ما زبطتش، اعمل كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، واعمل بعدة أبواب وألح واستمر واستمر. والله يوما ما بعد أن يغفر الله لك إن شاء الله سترى إن الله يعطيك، لكنك ستكون أنت إنسان أديب مع الله، لأن الله سيكفيك ما همك. الله سيكفيك ما همك، فلا تحتاج لشيء إلا رحمة الله والعلم والحكمة، وأن يجعلك الله مستجاب الدعاء أكثر وأكثر. بارك الله فيكم. ف إن قصص سبحان الله لا تنتهي عن استجابة الدعاء، وعن الذين يعني سألوا الله إنه يا رب إذا كان استغفاري صحيح فأمطر لي السماء. ولكن في هناك أناس يأتوا مجربين يجربوا، وهناك ناس مستعجلين يعني بيأتوا يعني أغلق الله كل باب في وجههم، لأنهم تفلتوا كثيرا. عندما جاءوا بدهم خلال يومين الله يفرج ما هم فيه. لا يا أخي، أنت عليك، الله منعك عشان أنت بعيد، يريدك أن تثبت على الدين ويكون عندك حقيقة إيمان تعيشها مع الله، ويبقى لك سر بينك وبين الله. ما لا يعقل أنك تعيش مسلم تصلي 40 سنة وليس لك بينك وبين الله سر استجابة الدعاء. إن سألت الله إن حدث يعني ترى استجابة الدعاء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، المحسن المخلص المحب الذي همه والذين آمنوا أشد حبا لله، وهمه رضا الله، والبوصلة موجهة لله، ولا يسأل مع الله أحد، ويحب الله، وأول ما يسأل يسأل الله. الله يبارك فيكم ويعلي قدركم ومقامكم. عيدكم سعيد ومبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.